السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعمل النهاردة كشري بناء على رغبة حد كان سألني وقال لي في قناة آثار كانوا بيدوروا على الكشري، فلقوا إن القناة ما يعرفوش إذا كانت موجودة أو الفيديوهات اتقفلت. فأنا جبت عدس زي أي عدس اللي هو بجبة، وغسلته كويس وحطيته في شوية مية وحطيته على النار، وهحط معاه شوية كمون ناعمين. تمام. وهسيبه يتسلق. ده طريقة من ضمن الطرق اللي هي الكشري، ممكن تعمليه بكذا طريقة. انا هعملك الطريقة السريعة علشان ما تغلبيش فيها. ماشي. هنحطها بقى على النار ونسيبها تقلب شوية وارجع لكم تاني بعد شوية. الطاسة ونجيب فيها شوية زيت حلوين كده ونولع عليها، ونجيب زيت حلوين، ونكون مقطعين شوية بصل بالطريقة دي جوانح، وثوم مقطعاه. طبعا زي ما قلت لكم العدس موجود على النار بيستوي شوية، وهنحط شوية زيت علشان نحمر البصل، نجهز كل حاجة بتاعتنا علشان تبقى مظبوطة. وهنحط البصل بس لما الزيت يسخن علشان خاطر يتقلي معايا البصل. طبعا في ناس بتحط شويه ملح وتحط شويه نشا واللي بيحط دقيق والكلام ده كله، انا ماليش فيه. انا بعمل بالطريقه بتاعت امي وامكم. بما ان في ناس على اليوتيوب كتبت لي قالت لي انا عايزه طريقه الكشري المصري بتاعكم، فبعمله بالطريقه بتاعتنا بالظبط زي ما هي طلبت، وانا وعدتها ان انا هعمله. وطبعا انا بعمله لها علشان خاطر سواد عيونها، ما اقدرش حد يطلبه مني وانا اقول لهم لا مش هعمله. فطبعا فرصتي ان انا اعمل لان نفسي في الكشري، فقلت اعمله. طبعا الزيت هنا عندي بدأ يسخن، مش يسخن قوي يعني لدرجة اللي هو يبقى يتحرق، لا يبقى دفي شوية معايا. وهنزل بالبصل وهسيبه يتحمص، وطبعا هفصل لغايه ما يتحمص عشان ما يبقاش الفيديو عليكم طويل. دي الخطوات. يعني حطينا العدس في قلب الميه وعليه شويه كمون وسيبناه مع بعضه على النار يستوي. تمام. هنسيب البصل يتحمص، وبعد ما يتحمص هرجع لكم علشان اقول لكم هنعمل الخطوه الجايه ايه. طبعا في حين ما هي بتحمر لسه البصله اهي، حاطه ميه على البوتاجاز علشان اسلق مكرونه علشان اجهزها لباقي الشغل بتاعي. طبعا هنا اهو البصله لسه ما احمرتش، وجهزت المكرونه بتاعتي اللي هنحمرها 3 انواع شعريه ومكرونات عندي متبقيه، بدل ما ما هي مركونه انا هعملهم هحمرهم واحطهم في الكشري. وجايبه انواع تانية عندي برضو فضلات مكرونات اكياس، برضو قلت اعمل بيهم كشري. دول هيتسلقوا في الميه، ميه وملح، بسيب الميه بتغلي وفي الملح، وبعد كده اروح حاطه المكرونه تتسلق عادي، سلقي المكرونه عادي، لا تحطي زيت ولا غيره. اوكي. محضره طبعا الشعريه تخينه شويه، الجسم بتاعها تخين شويه. وما عندي سباكيتيه كام واحده من الفاضلين من اللي عندي، على شويه مجموعه مكرونات مقصوصه صغننه خالص علشان خاطر ما تبقاش كبيره وحجمها كبير في الكشري، بتبقى شكلها مش حلو. انا بس احب اللي هي المقاسات الصغيره اللي زي دي، بتبقى حلوه قوي في الكشري. البصل اهو لسه داخل في التحمير اهو. طبعا هوريكم انه الزيت اللي انا هستخدمه هو اللي هستخدمه للكشري كله. يعني شويه الزيت اللي انا حطيتهم دول هم اللي هستغلهم للكشري كله، مش هحط تاني زيت ولا هستغل تاني زيت ولا اي حاجه. عندي طبعا الرز اهو هغسله وانقعه لغايه ما اخلص حاجتي علشان يبقى جاهز، يبقى مفلفل وما يبقاش فيه نشا.
زي ما انتوا طبعا شايفين كده، انا بحب البساطه في حاجتي. بحب اكون طبيعيه جدا في الوصف للحاجه، بكون صادقه فيها جدا، علشان خاطر اللي بياخد مني وصفه لازم ياخدها مظبوطه وتتعمل معاه مظبوطه بالشكل المظبوط علشان تلاقي نفس الطعم. وفي ناس كتيره جدا بتحب الكشري المصري بس مش عارفه تعمله ازاي، اللي هو بتاع القاهره، علشان بتاع اسكندريه بيعملوه بالعدس الاصفر. انا مش بحب العدس الاصفر. الكشري بقى عايزه اديكم معلومه حلوه قوي. الراجل بتاع الكشري بتاع الشارع بيحط مع العدس الاسود بيحط شويه عدس اصفر، لذلك تحس ان هو ايه، سميك شويه، ملبت شويه، لازقين في بعضهم شويه، وليه طعم ونكهه تانية. هو فعلا بيبقى جميل، بس انت لو عملتيه في البيت بعد شويه هتبص تلاقيه راح لبك معاكي. انما الراجل على طول، عارفه اللي هو بيعمل الكشري ما بيقعدش، على طول سخن كده، سخن في سخن كده، وبيخلص معاه ما بيقعدش. انما بتاع البيت بيقعد مثلا لتاني يوم تحبي تسخنيه خلاص عجن في قلب بعض. فانا ما بحبش ان انا احط العدس الاصفر في قلبيه، بحب اللي هو الكشري بتاع امي وامكم والكلام ده كله. حتى طبعا العدس بيستوي على النار على بال ما اعمل ده كله، بحيث ان العدسايه لانها بلدي بتاخد وقت في السوى، مش النيوزيلندي اللي هي المبططه التخينه دي. ممكن تعمليه بس تحطيه بقى، مش هتسلقيه الاول، هتحطيه مع الرز، يعني تحطيه على النار مع الرز ويستوي، لان بياخد نفس السوى بتاع الرز. اوعي تسلقيه الاول بعدين تحطيه، هتبصي تلاقي الرز معاكي عجن والكشري عجن، العدسايه اتهمكت ما ظهرتش. احنا عايزين في الكشري العدسايه تبقى ظاهره. فانتي الكشري سبحان الله في العدس البلدي ابو جبه اللي هي الصغيره ليها طعم ونكهه غريب، وبرده النيوزيلندي اللي هي المبططه ليها طعم تاني ومذاق تاني خالص خالص خالص. دلوقتي هفصل لغايه ما يتحمص البصل صح، علشان اوريكم الطريقه صح، علشان تتعلموا الحاجه بتاعتنا صح. اللي مش من بلدنا وحابب يتعلم الاكل بتاعنا، فانا بديكم الوصفات بتاعتنا، بما ان الكل راغب في ان ياخد طريقه الكشري مننا. سهل على فكره وما بياخدش معايا دقايق، يعني بالكتير قوي ساعه الا ربع بكون خلصت الكشري بتاعي. لو انت عايزه تعمليه الصبح بدري قبل ما تروحي الشغل بتعمليه مفيش مشكله، حاجتك بتبقى جاهزه ونضيفه، الصلصه جاهزه، الرز معاكي، زيتك عندك، البصل قطعتيه، مش هياخد منك اي حاجه. انا بستسهل بصراحه اعمل الكشري او المكرونه سيام، ما بتاخدش معايا وقت، على طول على طول. حتى الولاد بيستغربوا لحقتي تعملي المكرونه يا ماما؟ لان انا بحب المطبخ جدا، بحب افنن فيه، بحب اشتغل فيه، بحب ابدع، بدي افكار. اول امبارح نزلت لكم وجبه حلوه قوي اللي هي القلوب العجل. دي كانت تأليفي والله، اول مره اعملها، وعايزه اقول لكم ان العيال بيقولوا لي اعمليها تاني يا ماما طعمها خطير. البصل بدأ يخش في السوا اهو يحمر. اهم حاجة ان التسوية بتاعت البصل يبقى كل واحد ما تسيبهوش جنب يتحرق وجنب لا. اهم حاجة تتابعي البصل، تفضلي تقلبي فيه كده علشان خاطر ايه، تاخد التحمير البصلاية الجوية اللي انت مقطعاها اللي هي الجوانح وتخينة شوية، علشان خاطر في ناس بتقطعها صغير قوي. انا بحب التقطيع الصغير، بس انا النهارده عشان مستعجله وعايزه اكل كشري بصراحه، نفسي فيه بقالي كتير قوي ما اكلتهوش. هف عليا قلت اعمله بصراحه، اكلت كل حاجه فناقص الكشري بصراحه، فقلت اعمل كشري واصوره بناء على ايه، طلب الناس المتابعين حبايب قلبي. انتوا بس اكتبوا في كومنت انتوا عايزين تاكلوا ايه، او طريقه ايه اللي مش عارفين تعملوها الاكل او وصفه، قولوا لي وانا معاكم يعني في اي حاجه انا معاكم. هتبص تلاقيني جبت الحاجات وكلفت نفسي وعملتها علشان خاطر سواد عيونكم. هنطلع دلوقتي على الميه. بصوا انا كنت هقفل، بس انا قبل ما اقفل اوريكم ان انا هسلق المكرونه. الميه غلت
ولا حطيت فيها زيت ولا اي حاجه، وبسلق المكرونه سلقه عادي جدا. اهم حاجه ان المكرونه ما تعجنش معاكي. انا بقلب بنفس الحاجه اللي في متناول ايدي، بسيبيها بتتسلق وانا بحمر البصل. يعني بشغل الاربع عيون، اصل البوتاجاز الاربع عيون او الست عيون مش معموله كده اونطه يا جدعان. في ناس كتيره قوي عندها بوتاجازات وما بتعرفش تستخدم العيون. عين بحط عليها البصل، وعين بحط عليها العدس، وعين بحط عليها المكرونه اسلقها، وممكن عين تانية كمان اعمل عليها الصلصه. يعني في نفس الوقت عشان تخلصي بسرعه تعملي وتجهزي حاجتك على كذا عين، تعملي كذا عين وكذا حاجه وايديكي تشتغل على الاربعه. ايه المشكله؟ بدل ما تعملي وتستني الرز يستوي وبعدين تقومي منزلاه وبعدين تقشري البصل وبعدين تحطيه وبعدين تعملي الصلصه وبعدين تسلقي المكرونه. ايه الشغلانه دي؟ ما تعملي كله مره واحده، كل حاجه على عين. زي ما انت شايفه كده، حاطه المكرونه بتتسلق، حاطه العدس بيتسلق، حاطه البصل بيحمر اهو، بدأ يخش في التسويه بتاعته الاخيره عشان نبقى مع بعض في الشغل بتاع الكشري. والله انا فرحانه جدا ان انا هعمل كشري، وعمر مبسوط جدا، بقاله كتير ما اكلش كشري. زقطت قوي اول ما سمع ان فيها كشري. بصوا بدأت تحمر تبقى لونها ذهبي. عايزين البصله ذهبي مش عايزينها محروقه. ومحضره الصلصه بتاعتي ومحضره الخل والملح والفلفل والكمون والبهارات بتاعتي. كشري بيحب البهارات. هنحط بهارات دلوقتي مع العدس والرز، وهو احنا بنسقط الرز وهنحمر المكرونه، وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي عشان ما يعجنش معايا الرز وما يعجنش معايا العدس. هنبتدي نوطي على العدس علشان خاطر بدأ ايه داخل في السوا عشان يبقى ادانا الطعم حلو اهو. زودت الميه بتاعته عشان قلت شويه اهو. البصل بدأ اهو يبقى لونه ذهبي جميل. ممكن تفرديه بقى على ورقه تاخديه وهيبقى مقرقش كأنك حطيتي فيه الدقيق، حطيتي فيه دقيق وحطيتي فيه الحوارات والكلام ده كله. انا دلوقتي اهو معايا البصل، شايفين لونه بقى لونه ايه؟ مش محروق على فكره يا جماعه، الضوء هو عاملها كده بس هي لونها ذهبي اهي. بصوا لونها ذهبي، هنا باينه غامقه عشان الضوء عندي احمر. هناخد بقى البصل اللي احمر دوت وهنجيب مناديل كلينكس او اي حاجه ونحطها عليها علشان انا عايزاه يبقى مقرقش. وهطلعه بالكبشه او المقصوصه كده. هوطي عليه النار خالص وانا بطلعه علشان انا عايزه اخد البصل ده بعد كده وبحط على منديل عشان اخده يبقى مقرقش زي بتاع السوق بالظبط. ولا احط دقيق لانه بيلزق بعد كده في الارضيه والحاجه بتبوظ معايا. بنصفيه خالص منه من البصل من الزيت، وهناخده خالص مخلص
بصوا سهل جدا عمل الكشري. اللي ما بتعرفش تعمل كشري تعمله. ممكن تستغني عن اي حاجة هنا انا حطاها، انتي ممكن تضيفي، ممكن تقللي عادي، مفيش مشكلة. انا بحاول اخد البصل كله علشان ما تبقاش فيه حاجة محروقة. وانا قلت لكم ان انا نفس الزيت هستغله في الكشري كله. زي ما انتوا شفتوا كده الزيت معايا اهو، والبصل اهو طلعته على مناديل ورق علشان خاطر يفضل زي ما هو محمص، واركنه على جنب. هاخد بقى مجموعه المكرونات اللي انا قلت لكم عليها واحطها هنا احمرها. طريقه سهله وحلوه واقتصاديه وما فيهاش اي حاجه. كل ده كله هنستغله في قلب الكشري. ولا علي النار. طبعا الرز معايا خلاص كده غسلته. المكرونه على النار بتتسلق، بشقر عليها علشان اصفيها عشان ما تعجنش معايا. كل ده بشغل العيون بتاعتي اهو. بصوا المكرونه اهي بدات تخلص اهي تتسلق. فيها شويه من المصفايه دي فيها البصل، مش مشكله، كده كده احنا هنصفيها، وكده كده هو ده كشري يعني. ساعه سخنه. هنروح بقى على العدس كده. تعالوا نروح على الحله بتاعت العدس اهو. هقربها بعد كده ليكم، بس انا بوريكم ان انا مشغله كذا عين. العدس عندي اهو. هحط عليها شويه ملح املحه. المعلقه دي صغيره يا جماعه مش كبيره، عشان تفتكروا حاطه ملح كتير. ولو عندك كزبره ناشفه حطي، بهارات حطي، مفيش مشكله. هنحط شويه بهارات وكمون. اهم حاجه كمون مهم جدا. والرز معايا غسلته هصفيه. بغسله حلو. طبعا انا عشان انا بصور لوحدي، طبعا العادي انا بصور لوحدي محدش بيصورني، ومش عايزه افصل وارجع تاني، عايزه اوريكم عشان ما تفتكروش ان انا حاطه حاجه غير الحاجه اللي بوصفها. هننزل الرز غسلته وصفيته كويس. المكرونه معايا احمرت. تعالوا بصوا كده المكرونه. بس الاول هنقلب هنا. بصوا العدس لازم يبقى كتير. خلاص اهو. هروح بقى المكرونه اهي احمرت اللي انا حطاها في الزيت. هطفي عليها النار. شايفين المكرونه اهي احمرت حلو. همسكها كده اهو، وهنزل المكرونه كلها اللي انا حطاها دلوقتي كده
بشويه زيت، لازم يبقى ينزل معاها شويه زيت على الرز علشان يتفلفل والكشري يبقى متفلفل واخد طعم وريحه البصل والنشويات وكل حاجه. اهو شايفين انا زودت طبعا الميه وبحط العدس عليها وبوطي علشان يستوي. بعد 25 دقيقة الكشري هيكون جاهز معايا. هعمل ايه تاني؟ مش انا حمرت شوية بصل اهو، هاخد شوية كده بايديا. بصوا سامعين القرقشة؟ سامعين الخشولة؟ سامعين؟ ولا دقيق ولا ملح ولا نشا ولا الكلام ده كله. بصوا اهو، هاخد شويه كده واحطهم عشان بيدي طعم فوق الكشري. وهوطي عليه النار وهصفي المكرونه وارجع لكم تاني. ورجعت تاني بقى عشان اوريكم حاجه، ان الزيت ده شايفينه هعمل فيه ايه. همسكه كده في الحله طبعا اللي انا هعمل فيها الصلصه، تمام، وهصفي الزيت بتاعها كده. يبقى احنا كده خدنا كل حاجه. ونيجي على البوتاجاز. تعالوا بقى علشان نولع البوتاجاز ونبدا نعمل الخطوه اللي هي يعتبر الاخيره. هنوطي البوتاجاز خالص وتعالوا نروح على العين بتاعه الصلصه. هنعمل ايه؟ الزيت سخن، هنمسك الثوم طبعا اول ما هيسخن على طول عشان هو برد. محطتش حاجه، بس اللي انا صفيته الشعريه والحاجات دي موجوده حطيتها في قلب الكشري، نزلتها في قلب الكشري. عندي التومه اهي بحمرها ومجهزه الخل معايا. وعندي كان حمص متبقي وما رميتهوش، محدش هياكله، سلقاه حطاه في قلب العلبه وحطاه كنت في الفريزر، طلعته عشان استغله للكشري. مجرد انها تحمر شويه تصفر شويه يعني تدي لون ذهبي شويه، هنزل بالخل. دي الدقه بتاعت الخل بتاعتها، هنحط عليها برده الصلصه عشان بتدي طعم حلو بدل ما نخلي كل حاجه لوحدها. ممكن عايزه تفصليها وتخليها لوحديها على جنب ويبقى يتحط من فوق الوش، مفيش مشكله. هنحط الملح بتاعنا، فلفل اسود، بابريكا،
بصوا يا بنات، اللي انا عملته ده ممكن تاخدي منه طبق كده على جنب وتخليه وتحطيه من فوق الوش، والباقي تقومي حاطه عليه ايه الصلصه عادي جدا. ماشي، دي الدقه اللي احنا بتاعتنا وبنحطها على جنب. خلاص، انا هاخد شويه واحطهم في قلب فنجان ولا اي حاجه، والباقي هحط عليه الصلصه علشان هيدي مذاق حلو برضه. هاخدها في كوبايه ولا في اي حاجه واركنهم على جنب، علشان اللي عايز شويه دقه يحطها. ممكن تزودي خل وممكن تزودي اي حاجه، بس انا ايه ما بحبش الخل بالذات. يبقى توم، ريحه التوم كتيره قوي بيبقى في النفس بالذات ساعه الكشري. تمام، وبتركنيهم على جنب. عايزه تزوديهم خل تحطي ليمون، حطي براحتك. تقطعي شويه طماطم وتحطيهم معاه كده، بقت التتبيله بتاعتك اللي هي بتاعت المحلات. انا بقى بعمل ايه، شويه هم بروح منزله عليهم ايه الصلصه بتاعتي، وبوطي على الكشري علشان ما انساهوش وانا بعمل الصلصه. يعني مش بتعملي حاجه تنسي حاجه. العادات المصريه بقى، العلب بقى بتبقى فيها لازقه شويه حاجات، بنحط شويه ميه صغيره علشان نشطف العلبه ونحطها في قلبها. ومنها برضو بنخف الصلصه. وطبعا سلقنا المكرونه، هوريكم سلقت المكرونه وحطيتها على جنب اهو. وقبل ما هشتغل بيها هنزل عليها شويه زيت بس تتصفى شويه. المكرونه اللي اتسلقت اهي. حطينا بقى توابلنا كل حاجه، كزبره، مرقه دجاج، اي حاجه. حط شويه مرقه دجاج عشان بتديها نكهه حلوه قوي. بس دي خضار يا جماعه، مرقه دجاج خضار، مش بجيب اللي هما الفراخ اللي هي الخضار دي، اصح حاجه. وبقلبها وبسيبها على قلب بوتاجاز لغايه ما الرز عندي والكشري يستووا، وهو بدأ يخش في السوا. تمام، وقلنا البصل اهو حمرناه وهو بقى مقرقش، شايفين؟ والله ولا اجدعها. بص جميل، ولا اجدعها بتاع كشري. تمام، هقفل الفيديو اول ما نخلص ونغرف الطبق واوريكم اخر حاجه، اخر التكات بتاعتي عملنا ايه. ممكن الحمص اللي عندك المتبقي، اللي انا بقولك اللي هو فاض منك، بس ما تغلي شويه نقوم مسقطين معاها الحمص علشان نحطه في قلب الكشري. تحبي تحطيه مع الصلصه ياخد قلب علشان خاطر ما يبانش ان هو قديم، ممكن. وممكن عايزه تحطيه فوق الوش وتحطي عليه شويه كمون، تحطيه في شويه ميه بتغلي وبعدين تصفيه وبعدين تحطي عليه شويه ملح وكمون، برضو وارد. تمام، هنا الصلصه عندنا جاهزه وكل حاجه جاهزه والحمد لله. ندوق الملح بتاعنا لو عايزه. لا، ملحنا زي الفل مظبوط. هنقفل الفيديو بعد ما يخلص خالص الكشري لان هو بدأ يخش في السوا اهو. اوريكم بقى ايه، شايفين؟ ممكن نديلها تقليبه بسيطه كده على الهامش. علشان الرز ما يعجنش معايا، في نفس الوقت يبقى كله
واخد سوا واحد، مع ان احنا قلبناه الاول يعني، بس احنا بنجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، عشان لو في رزايه هربانه كده ما استوتش، رزايه كده. هنا الرز غير الرز بتاع مصر يا جماعه، الرز هنا بيطلع يعني عشان بيتعمل بيه الريزوتو لازم بيحبوا فيه نشا كتير قوي. انا بحاول ان انا اشطفه على قدر الامكان علشان خاطر ما يبقاش معجن معايا. تمام. هسيبه بقى على نار هاديه خالص. احنا قلنا بياخد الرز معانا تسويه في الرز العادي 22 23، مع الكشري هياخد 25 26 دقيقه علشان معاه مكرونه وحاجات تانية. اوكي. هقفل بقى لما تخلص خالص التسبيكه اهي، خلصت معانا. عملنا الصلصه وعملنا الدقه، ممكن تحطيها في ازازه، تحطيها في اي حاجه وتحطي عليها طماطم. انا ما عنديش طماطم، او احنا علشان خاطر بعد شويه هنخش ننام الطماطم بتحمى بالليل، اللي هي القطع دي علشان القشر بتاعها، فانا مش بعملها. لو بالنهار ماشي. هفصل بقى ونرجع لما اصب الكشري عشان اوريكم ان الكشري سهل جدا وما خدش معايا وقت كتير. وادي الكشري بتاعنا بعد ما خلص وصبيته. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. وادي الدقه اهي اللي انا قلت لكم عليها. ممكن تحطي عليها على فكره، تحطي عليها بصي عشان هي مليانه زيت، تقدري تحطي عليها شطه وتعمليها اللي هي شطه زيت. تمام. هوريها لكم دلوقتي ثواني. دلوقتي اجيب مثلا شويه شطه، ومعايا دلوقتي الزيت بتاعها، اروح منزله شويه شطه فيها حلوين واقلبها. الزيت هيطلع فوق الوش. دي اللي انتوا بتاكلوها من هناك بعد اوقات بيحمصوها، بس احنا مش هنحمصها عشان ما تحرقلناش زورنا والكلام ده كله. بقت معايا شطه الزيت اهي. والف هنا وشفا على اللي هياكل واللي هيجرب واللي هيعمل وصفتي. ادي شطه الزيت، هنحطها بقى في الوش كده. وحاجه بقى ايه، حاجه فل. تمام. وبكده خلص الطبق بتاعي النهارده. ويا رب اكون فدتكم، ويا رب دايما اكون معاكم في الحاجات الحلوه. سلام عليكم.